السلام عليكم، ان شاء الله ربي تكونوا لاباس، اموركم بخير، كلشي مزيان. معكم خالد المساري، سن 20 سنه، فنانه تطريز يدوي منذ 5 سنوات. جيت عندكم اليوم باش نشارك معكم الموهبه ديالي في فن التطريز. البدايات ديالي في فن التطريز اليدوي كانت عاديه جدا، شفتهم في السوشيال ميديا وقالت علاش لا ما نعدلهمش راسي. فمشيت كنقلب على المواد الاوليه اللي هي التوب، مرمى وخيوط وابر. فخديت غمار التجربه ومشيت قلبت عليهم وخديتهم. كان في الاول الثمن ديالهم شويه غالي، بحكم ما كنتي اصلا على درايه بالاثمنه. فجمعت فلوس ومشيت خديتهم وصافي. طبقت المثال الاول لنفسي، طرست اول اسم كان خلود، ومن ثم حبيت الفن وقلت علاش لا ما نكملش فيه. فبقيت كل مره كنطرز حاجه جديده من ايات قرانيه، اسماء الخواتاتي، وهي غدا الامور. من الصعوبات اللي واجهت في البدايه هو اني نمشي ناخذ الماتيريال، بحكم ساكنه في مدينه صغيره، ما كنتش على درايه بالمجال وشنو كيحتاج. فهادشي طلب مني وقت وجهد كبير في انني نقلب مزيان على اجود واحسن الكاليتي اللي نخدم بها، وباش يعطي واحد الصوره زوينه للمنتوج ديالي. فملي سقلت الفن ديالي وليت محترفه نوعا ما فيه، ما بقيتش فقط منحصره على المرمى والاطارات الدائريه فقط. فوليت كنطرز الاطابلو، وليت كنطرز على مخدات السيكان، ولما لا حتى الملابس طرزت عليهم. وهي غدا الامور حتى وليت كنطرز على جلبات وعلى ملابس، والحمد لله. فيما يخص الماتيريال، كنحتاجو توب، مرمى، وخيوط بالالوان، وايضا ابر بالارقام. يعني الكل واحد بغى يبدا في هذا المجال، هادو هما المواد الرئيسيه اللي خاصو تكون عنده في الاول. الكل واحد بغى يبدا في هذا المجال هذا ويتعلم له، فخصو اول حاجه يتحلى بالصبر وبحب المهنه والميدان، ويكون كيبغي الطرز على انه باغي يطرز، ماشي فقط انه يخدم وصافي. حيتاش اول حاجه ما غاداش يبقى عنده صوره زوينه على الكليان يعني، وثاني حاجه ما غاداش يستمر فيه، حيت الصبر، حيت الطرز كيبغي الصبر، وكيبغي الانسان يكون صبار بواحد الدرجه ما يمكنش. الشيء اللي غيخليه يستمر واللي غيخليه يطور من الموهبه ديالو ويزيد بها للقدام، وما يبقاش فقط محصور على المرمى وصافي والاطارات. فبخصوص رمضان حاولت ما امكن نركز على كل ما هو ديني، بحكم وليت كنطرز ايات قرانيه وايضا عبارات لرمضان بحال رمضان كريم، هلا هلالك يا رمضان، وكنطرز فوق العباءات، وايضا مخدات حتى هما كانوا لرمضان. التوفيق ما بين الدراسه والعمل صراحه شيء صعب كثير، حيت الدراسه خصها وقت والفن خصو وقت اكثر، ولكن الحمد لله كنحاول نوفق بيناتهم بجوج، بحيث انني كنعطي لكل ذي حق حقه، نعطي لقرايتي وقتها، وايضا نعطي الفن وقته اللي خاصو، والحمد لله. فبخصوص التعاملات ديالي الحمد لله ما بقاش فقط منحصر على المغرب فقط، فوليت كندير توصيل لباقي دول العالم، وهذا الشيء هذا كيفرحني وكيخليني نعطي اكثر ما عندي، خصيصا فاش كنلقى ناس انتريسي بهذا الفن هذا وكيقدروه حق التقدير. فكل الشكر والحب لكم. وقبل ما نساليو بغيت نوجه واحد الشكر خاص للوالديه والبابا، حيت ديما مشجعني وديما مكبر بيا، ديما كيقول لي راك كاينه راك غادا توصل. فكل الحب له وكل الحب لكل واحد شجعني وشكرني وقال فيا كلمه زوينه وثق فيا وفي انني غادا نوصل واحد النهار.